نهائي دور الابطال، نيمار في المنتخب البرازيلي، فرحه عارمه لجماهير نادي ليفربول. خليك معي للاخير. المنتظره، المباراه التاريخيه، المباراه اللي من حيكتب فيها الامجاد؟ الارسنال اول مره في التاريخ ام باريس سان جيرمان المره الثانيه على التوالي؟ صراع العروش اليوم، ارسنال الفريق الدفاعي، التكتل الدفاعي، الهجمات المرتده، او فريق السرعات والمهارات وكل شيء في كره القدم باريس سان جيرمان. الواقع والمنطق والعقل يقول ان باريس سان جيرمان حيفوز على ارسنال. كل شيء متوقع في كرة القدم، ولكن المنطق والواقع والورق يقول هيك. لكن الارسنال حتكون له ردة فعل، وردة فعل قوية في المباراة. يعني المباراة مش حتكون من طرف واحد، وانا متأكد اول 5 دقائق او 10 دقائق باريس سان جيرمان ما سجلش، فحتكون في ردة فعل كبيرة من نادي الارسنال على باريس سان جيرمان. المباراة اليوم حتكون الساعة 6 بتوقيت ليبيا، يعني ما زال عليها ساعة ونص يا جماعة. رد بالك تهلبها، لانها مباراه حتكون قمه نار. حتى لو كان الارسنال فريق دفاع، الشيء اللي مخليني متاكد ان الارسنال حتكون له رده فعل قويه اليوم، لان نادي الارسنال يعشق اي فريق يلعب مع لعب مفتوح، ونحن عارفين باريس سان جيرمان لعبه كلها مفتوح. كل شيء متوقع في مباراه اليوم، سواء كان فوز نادي الارسنال او فوز نادي باريس سان جيرمان. هم اثنين فريقين متكافئات. اي نعم ان باريس سان جيرمان افضل من ارسنال، ولكن الارسنال فريق حتى هو لا يستهان به. عزيزي المشاهد، اكتب لي رايك في التعليقات. من هو بطل دوري ابطال اوروبا لعام 2025 2026، ارسنال او باريس سان جيرمان؟ وكم حتكون النتيجه؟ من راينا نشوف فيها ارسنال يا 1-1 يا 2-1. ايوه عاجل ورسميا كارلو انشيلوتي يعلن ان نيمار سوف يلعب كاس العالم، ولم يتم استبعاده من قائمه المونديال. اليوم اللي فات طلعنا اخبار انه بسبب الاصابه ممكن حيتم استبعاد نيمار، ولكن كارلو انشيلوتي نفى الموضوع هذا. خبر هذا افراح عارمه لجماهير نادي ليفربول. عاجل ورسميا تم اقاله القرعه ارن سلوت من نادي ليفربول. من حيكون الضحيه الثانيه لارن سلوت؟ هو نادي البيج ميلان. في احتمال كبير ان نادي البيج ميلان يتعاقد مع ارن سلوت. هو مع صفقات كبيره واسماء عالميه وما دارش اي حاجه، ما بالك مع الميلان باسماء اقل من نادي ليفربول وبامكانيات اقل من نادي ليفربول، ويستر الله في نادي الميلان مع القرعه ارن سلوت. طب الموضوع فابريزو رومانو يراولا قريب من تدريب نادي ليفربول، والهير وي جو قريبا. اي اخبار موضوع رسميه تلقانا عند عبد الله. ما تنساش اللايك والمتابعه. ما طيبين.